في مثل بيقول لا يصح الا الصحيح. فيديو النهارده ده هيتكلم عن الصح والصحيح، الجيد والممتاز. يعني ايه الكلام ده؟ تابع معايا الفيديو للاخر وانت تفهمي ايه الفرق بين الجيد والممتاز لو انت حابه تبدأي مشروع ناجح ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشني. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في العشر الاواخر من رمضان. يا رب كده ربنا يبلغنا كده ليلة القدر. طبعا كلنا عارفين دعاء ليلة القدر: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم امين، انا وانتم اجمعين. قبل ما نبدا الفيديو برضو حباكم اللي مشترك في القناه كده هوت يعمل لايك، يعمل كومنتات. بمناسبه الكومنتات جات لي تعليقات كتير جدا، انا بكتبها في ورقه وبعرف اسئلتكم، مجمعه اسئله كتير. الفتره اللي جايه هنقعد نجاوب عليها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا احنا في شهر كريم، شهر فضيل. يعني الشهر ده لازم على قد ما نقدر نخليه شهر للعبادة. طبعا في شوية حاجات بسيطة كده هو ربنا يقدرني اني انا اشرحها لكم في كام فيديو اللي جايين، لان ناس كتير جدا حابة تبدأ مشروعها الفترة دي يا جماعة ضغط. يعني موسم بالنسبة للتجار. لو حابة تبدأي مشروعك انا انصحك يعني توكلي على الله وابدأي بعد العيد. والجكار ملوش موسم. ما تقوليش مثلا ده انا عايزة الحق ابدأ بسرعة علشان الناس اللي هتفرش في العيد. لا، دي ارزاق، والرزق ده بتاع ربنا. توكلي على الله ونيتك تبقى خير. نيتك انك انت يعني تاكلي لقمة عيش بالحلال، وربنا بيسر لك امورك. ربنا ييسر امورنا جميعا. طيب انا طالعه علشان خاطر في كام نقطه كده مهمه وانا بخلص الاوردرات وبفرش. حبيت الفت نظركم ليها. في حاجه اسمها انتريه ستاندر او انتريه عادي. الانتريه العادي او الستاندر ده بيتعمل، انا شخصيا بعمله بطريقتين. هو في السوق بيتعمل بطريقه واحده. حابه دلوقتي افرجكم على الطريقه اللي موجوده في السوق والطريقه الجيده اللي تقدري انت بيها كتفصيل تبقي مميزه عن السوق شويه. طب ازاي الكلام دوت؟ تعالوا كده بقى نشوف الدنيا دي. بصوا يا جماعه، ده انتريه عادي. القصه بتاعته قصه اليد. اول فرق في قصه اليد، قصه اليد دي التركيب اليد العادي. طيب اليد العاديه دي هتمشي على انتريهات دي فقط، هتنزليها للمحلات عندك. تمام. الانتريه بتاعه بنفس الشكل كده هيركب عليه، هيبقى حلو جدا جدا. احنا ما بنقولش حاجه في القصه دي، القصه دي جميله جدا للانتريه ده. طيب افرض كنبه زي كده، حد عنده الانتريه بتاعه الكنبه دي بعمق او الظهر ده في اليد دي واطيه، تمام. فهتبقى بالشكل ده، هتبقى مشدوده. ثواني هقلب بس الكاميرا كده الدنيا اوضح شويه. بصوا اهو، ده الانتريه العادي جدا. اليد بتاعته عاليه زي الظهر، اليد بتاعته عاليه زي الظهر، تمام. فبالتالي القصه دي هتبقى حلوه عليه. طيب ايه الاضافه اللي احنا عايزين نعملها عشان نبقى مميزين في التفصيل؟ دي كنبه سرير. في انتريهات كتير جدا بتبقى اليد بتاعتها اوطى من الظهر. بصي بيبقى الشكل عامل ازاي. دي حاجه احنا مش حابينها، وانا شرحتها لكم كتير. شرحت لكم اليد ديت في الانتريه في الركنه بتاعتي، تمام. دي كنبه سرير اهي، دي كده شكلها. الكنبه دي الكفر ده ماشي، هيبقى ممتاز على الكنبه الكبيره. طيب هنا اهو من بعيد الكنبه السرير دي طولها 2 متر، تمام. والكنبه الانتريه دي برضو طولها 180. بالبلكونه دي وبالبلكونه دي بالجناحين دول هنقول مثلا 190 مترين، تمام. الكفر دوت المفروض يتحط على الكنبه دي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هشرحه واحده واحده. هنشيل ده كده اهو، تمام. في حاجه تاني عايزه اقول لكم عليها. الانتريه ده مش جامبو، ده ستاندر. ده مقاساتنا مقاسات كبيره اهو، مغطي الارض في الوش وفي الظهر، بس التفصيله دي مش مظبوطه. فاحنا عايزين نعمل حاجه مميزه، تمام. الحاجه التانية اللي بقول لكم عليها، في السوق بيعملوا
ظهر الكنبة سواء كرانيش او كب، خصوصا ان الكب بيعملوه متوصل، تمام، بيوصلوا. لا احنا هنا كده دي مش بتاعت ده. البنات اللي قالت لي ايه هي تفصيلة الكنبة السرير، يا جماعة تفصيلة الكنبة السرير عادية اهي. دي كنبة سرير، دي كنبة بتتفتح سرير، تفصيلتها عادية زي تفصيلة الكنب. انا شرحت كتير يا جماعة والله. طيب هرجع تاني التليفون على الستاند عشان مفيش حد للاسف بيصور معايا. فانا هوريكم تفصيلة الكنبة دي من ورا من قدام عاملة ازاي، خليكم معايا دلوقتي. ده الفرق اللي بقول لكم عليه. اول فرق ادي دي اليد اهي، تمام، ادي اليد بتاعتنا. بنعرف اليد منين؟ من حرف التي اهو، ادي حرف التي بتاعنا. ده العمق بتاع الظهر، الارتفاع ما بين الظهر واليد، تمام. لو حبينا نبص كده اهو على الكنبه التانية هنشوفها دلوقتي، بس نفرش مع بعض دي. تاني فرق ان الظهر ما فيهوش اي توصيله اهو. بصوا لما نيجي نفرش هنشوف. طيب بالنسبه للعملاء اللي هم بيقولوا طب احنا هنعرف ازاي الوش من الظهر، هتعرفي الوش من الظهر من حرف التي ده اهو. هتعملي ايه؟ هتبداي تركبي الاول الايادي علشان ما تتلخبطيش. احنا طبعا يا بنات فرشنا قبل كده العيد اللي فات، دي سهله عليكي ان انت تفرشيها اهو. ده اسمه انتريه كاب اهي. الظهر بتاعنا كده اهو، بصوا كده. طبعا احنا ما عنديش حد يصورني دلوقتي، فيعني سامحوني بقى. هنشوف حرف التي وهنشوف الارتفاع بتاعنا اهو يا بنات. اهو عشان ما نتوهش من بعض، مش عايزه تتوهوا مني اهي. دي ده الارتفاع اهو، تمام. هتيجي كده اهو. يبقى احنا كده ركبنا اول جنب اليد والظهر. طيب دي كنبه مترين. انا هنا كنت شارحه لكم ان بتاخدي 2.5 متر الدوران بتاع الكنبه. الانتريل كاب اللي مش بكرانيش بتاخدي الدوران بتاع الكنبه. دوران اي ركن او اي كنبه سرير بيبقى 2.5 متر. هو بيبقى اقل من كده 2.20 متر او 2.30 متر، بس انا بديله 2.5 متر عشان يبقى مريح. طيب الناحيه التانيه اهي، انت كده ما تهتيش، تمام. اهو الخامه ما شاء الله بتمط من اول 160 لحد 200 اهي. بصي انت كل واحده تكلمني تبعت لي مثلا تعليق او تكون متابعه القناه تقول لي ازاي الكنبه السرير هتاخد 2.5 متر، ومن البرسل للبرسل، البرسل يمين وشمال اهو. بصي اهو كده مطيتي ما شاء الله. الخامه عاليه جدا 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 جدا. يعني الخامات، في خامات انا شفتها البنات بيجوا يتعلموا فيها ما بيبقاش فيها مطه خالص. بصي كمان هوريكم حاجات مهمه جدا جدا في الفيديو ده، بس تابعي معايا الفيديو للاخر اهي. ادي اليد وادي نزلتي. طيب هتقولي لي الكنبه دي تاخد قد ايه قماش؟ طبعا انا شارحه، انا قايله لكم الكنبه بتاخد 2.5 متر للجسم واليدين 1.25 متر. هعمل بعد كده يا بنات مسابقات واشوف مين فيكم اللي مركز معايا عشان اشوف تعبي كده هيروح حضر ولا لا، تمام. بصوا مفيش اي توصيله لا ورا ولا قدام ولا حاجه. بالمناسبه الكنبه بتاعتي الايادي بتاعتها ومفسخه كده شويه عن بعضيها، فهتلاقيها مش مظبوطه قوي اهي. ما شاء الله جميله جدا، بس برضو الايادي بتاعت الكنبه مش مريحه معايا، تمام اهو. طيب ايه الفرق بقى؟ اهي دي بتتعمل بخراطيم كده، وهنا كمان هتظبطي الدنيا اهي. بصوا هقلب الكاميرا وهوريكم التكات اللي انا عايزه اشرحها لكم.
طيب اتفقنا ان النهارده هنقول حاجات صحيحة وحاجات اصح. تمام، حاجات صح وحاجات ايه اصح منها. اللي هي ايه؟ الصح ان انتي بتعملي الانتريه الستاندر. الكنبة دي اللي ماشية في السوق كله. لو انت حابة تقدميها للمحلات هتضطري تعملي التوب بتاعك كله بالايادي اللي بتركب على الجسم مرة واحدة، دوران واحد على طول. وده احنا شارحين مقاساته، بياخد كام متر. بعد كده هسألكوا علشان اشوف التفاعل بتاعكم معايا ايه. كام متر جاكار، كام متر كورانيش، ازاي بنقص الفراشة، ازاي بنقص الايادي هنا هوت. الفراشه مظبوطه بتبص لفوق زي الجسم، طبعا ما فيش اي توصيله. تمام، ده عشان كرانيش. هتقولوا ايه ده عشان كرانيش ما فيهوش توصيله؟ طب نيجي للكنبه التانية اللي من غير كرانيش اهي، نفس الكلام برضو. كل الكلام ده احنا شارحينه اهي. ايه بس عشان الكنبه بتبقى قصيره وبتتقلب سرير، ففيها حته صغنونه كشكشه كده، بس هي ممتازه بسم الله ما شاء الله اهي. واليد هنا هو نفس الكلام، ما فيهاش اي توصيله. دي بقى الحاجه الصح اللي بقول لكم عليها. شفتوا لما احنا كنا مركبين اللي هي الجنزاري كانت مشدوده ازاي؟ شفتوا احنا لما بنعمل العمق بتاعنا والارتفاع بتاعنا ده وبعدين نركب اليد الدنيا بتتظبط ازاي؟ تمام. طيب ادي اليد بتاعتنا المظبوطه، والناحيه التانية نفس الكلام. وادي الدوران بتاع الكنبه اللي هو 2.5 متر. يبقى احنا ما شفناش اي وصلات. يبقى الصح ان احنا نعمل الجسم و2 ايادي. طيب الكنبه دي قلنا الشرح بتاع اللي من غير كرانيش بنخلي البرسل يمين وشمال يمين وشمال، وتاخدي 2.5 متر، وبعد كده 1.25 متر بتقصيهم للاتنين يد. تمام كده، يعني بالكتير قوي بتاخد 4 متر. طيب الكنبه دي بتخلي البرسل ناحيه الكرانيش كده والناحيه التانية. نزق بس الكنبه عشان تشوفوها، وبتاخدي 80 سنتي بتوعك بيعملوا لك 2 يد. تمام كده اهي، من ورا ومن قدام. تمام. على فكرة بالمناسبة المقاس ده والله العظيم رايح لتاجر جملة في المحلة الكبرى، المفروض ان هو طالبه مقاس ستاندر، مقاس عادي جدا. انا عاملاه بالشكل دوت. عايزة اقول لكم ان انا اشتريت كفر كوريشة، ورجعت خدت كفر من عند محل جنبي جاكار. هبقى بعد يعني هنزل لكم الفيديو قريب ان شاء الله. برضو الجامبو بتاع المحلات يا دوبك جيب العافيه كانه عندي هنا عاده. انا مش طالعه علشان خاطر اقول لكم لا انا مقاساتي حلوه، لا انا فينيشاتي حلوه، لا انا مش عارفه ايه. لا انا مش طالعه اعمل حاجه زي كده خالص. الحمد لله رب العالمين. انا بقالي فتره طويله شغاله في الجاكار ويعني شغلي الحمد لله بيتكلم عن نفسه. ويعني تجار كبيره ما شاء الله يعني عجبهم الشغل، وهنبدا نفتح من بعد العيد شغل الجمله للجميع، عشان انا كنت موقفه الموضوع دوت. تمام. انا هنا بقى بتكلم عن كذا فرق لازم تتعلميه لو انت حابه تعملي مشروع ناجح ومميز ويبقى لك التاتش بتاعك. اول حاجه تخلي بالك من الايادي. مش هقولها تاني، يعني خلي بالك من الايادي، خلي بالك من الايادي، خلي بالك من الايادي. تفرق. بصوا اليد دي عن اليد اللي هناك، بحيث لو انت هتعملي الزبون قطاعي، زبون هيبعتلك في هنا الكنب ده في بيبقى صالونات عاليه كبيره، دي ليها مقاسات تالتة خالص. في يد عندك يد الصالونات الخشب دي بتبقى يد ليها مقاسات تانية احنا اتكلمنا عنها، بتبقى من 40 ل 60 سنتي. تمام. ما بيبقاش فيها مرايه، او المرايه بتاعتها بتبقى سنتي في سنتي او 2 سنتي في 2 سنتي. كل ده انا شرحته، واللي حابب يرجع للقناه لاني في ناس كتير بتقولي انتي بتركبي ازاي. انا يا جماعه مركبه اللي هو الفراشه البيج ده، مركباه فعلا على قناه ابو كرانيش. طيب والنهارده اديني ركبت الكنبه السرير الكب. في مصطلحات كتيره جدا حلوه ومفيده وهتفيدكم. وفي شرح كنبه عامله زي الشازلونج، هي ركنه يعني مشهوره اليومين دول. وناس كتير كلمتني وقالت لي اشرحي لنا الموديل ده، هو سهل وبسيط وهشرحه لكم على ورقه. هيبقى الكنبه بتاعتك بدل ما هي لحد الاخر كده اهو، لا بتبقى بيد واحده، والكتف مقسوم نصين. والقاعده دي بتبقى القاعده طايره.
فالموديل ده سهل، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم ويوسع علينا جميعا. وادعوا لي وانا بدعي لكم، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي ان شاء الله، مش هيبقى بعيد. مع السلامة.